بتحداك تضل مدمن على القهوة والمشروبات الطاقية بعد استخدامك لبرنامج فيل جريت. بتحداك يضل عندك نفخة بالبطن وعسر هضم بعد استخدامك لبرنامج فيل جريت. بتحداك كمان يضل عندك تعب وخمول وإرهاق بعد استخدامك لبرنامج فيل جريت. بتحداك يضل عندك إدمان على السكريات والسناكس بين الوجبات بعد استخدامك لبرنامج فيل جريت. بتحداك كمان مزاجك يضل سيء وحاسس بالكآبة والتقلبات المزاجية بعد استخدامك لبرنامج فيل جريت. واكيد طبعا بتحداك ما تلاقي فرق هائل على مقاساتك بعد 3 شهور من استخدام برنامج فيل جريت. وبتحداك يكون حجم الوجبة اللي بتاكلها نفسها بعد شربك للبالانس، راح تاكل وجبة اقل وتشعر بشبع لفترة اطول. فيل جريت مو بس للتنحيف، راح تلاقي بعد استخدامك لهذا البرنامج اقل شي 3 شهور ورا بعض تغيير هائل بكل جسمك، من خفة، من نشاط، من حيوية، من مزاج مرتفع، من نقصان بالوزن، من تغيير بالمقاسات، تغيير عام وشامل على كل جسمك. حابب تحصل عليه؟ اكتب لي كلمة صحة بالتعليقات.